انا يعني زي ما بقول لحضراتكم حاسس ان هو تشريف، حاسس ان هو تكريم، لان انا قعدت مده الفتره اللي فاتت اسال طب يا جماعه مين تاني خد من مصر، مين خد هذه الميزه العظيمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاستاذ عمرو اديب ربنا من عليه والسعوديين منوا عليه وادوا له الجنسيه السعوديه. والله هو سؤال صغير خالص، اما بروح اخد اي جنسيه بكون جوه الدوله دي علشان اخد الجنسيه دي. ازاي حضرتك تبقى انت قاعد في مصر ومقيم في مصر والسعوديين يدوك الجنسيه دي؟ فهو الموضوع كبير شويه، بس لو هتدورها في دماغك وتشرب كوبايه القهوه بتاعتك وتفكر فيها هتلاقيها صعبه حبتين. بس مع عمرو مفيش صعوبات. انت عايز الجنسيه السعوديه ليه يا عمرو؟ طب كان زمان كانت تشرف اي بني ادم، دلوقتي عايز الجنسيه السعوديه تعمل بها ايه؟ عشان موسم الرياض؟ بص كده موسم الرياض بيحصل فيه ايه؟ تمام. عايز تروح علشان تعمل زيهم هناك؟ ما السعوديه ما بقاش فيها حاجه بعد ما قننت الصوت الاذان وبقى جوه الحرم المكي وبقى جوه الجامع وما بقاش فيه ميكروفونات خارجيه، وكل ما هو رجل دين اتحط في السجن وكل راجل علم اتحط في السجن، وبقى فيه تطبيع رسمي وانتوا عارفين التطبيع ده بقى عامل ازاي وسياسه السعوديين بقت عامله ازاي وايه هي دلوقتي السعوديه. انت مبسوط ليه؟ عايز تروح ترقص هناك؟ كل سنه وانت طيب يا عم، ربنا يبارك لك يا سيدي. انت عايز تعمل زيهم؟ ماشي. طب انت ادوك الجنسيه دي بناء عليه؟ اخترعت حاجه؟ مبسوط او طالع على شاشه التلفزيون وتقول انا خدت الجنسيه السعوديه؟ اخترعت حاجه كويسه؟ عملت شيء مفيد؟ انا اللي اعرفه والله العظيم ما في واحد مصري بيحبك ولا واحد مصري يقول عليك كلمه في حقك كويسه. انت اللي عملت في نفسك كده وانت اللي كرهت المصريين فيك. انا هخلي واحد بس اللي يرد عليه، هو ده اللي هيقول لك السعوديه دلوقتي بقت عامله ازاي، عشان انت طالع منفوخ قوي وتقول انا بقيت سعودي. انت بتستفز الشعب المصري. هخلي الشيخ يرد عليه. هذه رساله لابن سلمان. يا ابن سلمان، ما دام اتيت بداعره تسب الله والانبياء وهي ترقص بحمايه سلطتك، وما دام حاربت كل داعيه وكل مصلح وكل ناصح للبلد ورميت كل أهل الخير في السجون، وما دام سخرت التعليم والإعلام من أجل أن يبتعد الشعب عن دينه عن هويته عن عقيدته، وما دام جعلت كل أجهزة السلطة في خدمة الفجور والخلاعة والشذوذ، وما دام تفتخر بأن بلدك أقرب ما تكون للكيان الصهيوني، وما دام أعطيت الصهاينة السلطة على ما يزعمون أنه آثارهم في بلد الحرمين، وما دام أجبرت الشركات في بلدك أن يتعاملوا معهم، وما دام نسقت معهم عسكريا أمنيا اقتصاديا وسياسيا، وما دام تعتبر إسرائيل هي الملاذ هي المرجع هي الضامن هي ولية أمرك،